أنا هاسألك سؤال وعايزك تجاوب عليه، هل فعلًا الفلوس ممكن تشتري كل حاجة؟ طبعًا الفلوس ممكن تشتري عربية فخمة وبيت في أجمل مكان في العالم، وطيارة خاصة ليك لوحدك تقدر تسافر بيها أي مكان أنت عايزه، بس في حاجة واحدة مستحيل تقدر تشتريها حتى لو معاك $1,000,000,000 والحاجة ديّة هي الصحة. عارف يعني إيه تصحى كل يوم وأنت بتتنفس من غير أي ألم أو وجع؟ عارف يعني إيه تاكل أكلك وأنت مرتاح؟ في ناس معاها ملايين بس بيتمنوا يناموا ليلة من غير أي ألم أو وجع، أو إنهم يمشوا ويتحركوا عادي من غير أي مساعدة. في ناس صرفت نص عمرها عشان تجمع فلوس وفي الآخر صرفت كل فلوسها عشان حتى لو هترجع نص من صحتها. يعني ستيف جوبز مؤسس شركة أبل قال وهو على فراش الموت: في عيون الآخرين حياتي كانت قمة في النجاح، ولكن بجانب السرير وأنا مريض كل الفلوس ما قدرتش تنقذني. أنا مش بقول لك ما تسعاش للفلوس، لأ، اسعى، اتعلم، احلم، عافر، كل الحاجات دي اعملها، بس ما تنساش نفسك. صحتك مش رفاهية، صحتك هي الأساس. ولو أنت مهتم بمحتوى زي ده اعمل لي فولو.